منتخب المغرب فاز على البرازيل. لو انت نايم اصحى، اصحى، لو انت نايم اصحى فوق. المغرب بتفوز على البرازيل بهدفين. ايه يا عم موحى؟ بقى فيها ايه مثلا؟ ده ماتش ودي مين؟ ما انا بقول لك انت لسه ما فقتش. فوق بقول لك. منتخب المغرب بيفوز 2 على البرازيل. كاس العالم للشباب عملوها الكبار وكمان الشباب كده وبس، ده كمان لسه فايزين على اسبانيا واول مجموعه في الدور ال 16. اصحى وفوق كده واغسل لي وشك، اغسل لي وشك وفوق، عشان البرازيل اتسرقت، البرازيل اتخطفت، المغرب بتلطش البرازيل، بتلطش البرازيل 2، البرازيل اتلطشت، المغرب بتلطش البرازيل وبتقول لها شايفه اسبانيا اللي انا لطشتها من يومين 3؟ روحي عندها، يلا روحي لها. مصر مش عارف يكسب نيوزيلندا اللي ما تعرفش عن الكوره غير انها مدوره، وهم بيكسبوا البرازيل واسبانيا. هل اللي بيعملوه في المغرب ده منطقي؟ والله ما منطقي. طفره غير طبيعيه في الكوره وتطور بسرعه الصاروخ ما بين منتخب اول لرابع عالم، منتخب شباب بيصعد اول مجموعه، ومنتخب اولمبي واخد ميداليه السنه اللي فاتت. نجاح ساحق على كل المستويات وكل الاعمار السنيه. هنا سأقف قليلا احتراما وتقديرا وعشقا لأسود الأطلس صناع التاريخ. وبيصعد لسن نهائي كأس العالم للشباب. كسب البرازيل بسم الله ما شاء الله اللي مليانه بالمواهب وكمان بلعب هجومي ومش دفاع قدامهم، وقبلها في مباراة الافتتاح بيكسبوا اسبانيا 2-0. اسبانيا برضو اللي مليانه بالمواهب. الله، الوطن، الملك محمد السادس. اضحك يا بقي. اللي المغرب مش في حياته كل الحلو فاته. شفتوا بقى المغرب بيشرفنا ازاي؟ شفتوا المغرب عمل ايه امام البرازيل؟ بسم الله ما شاء الله. انا من ساعتها مش عارف اقول ايه. يا جماعه احنا عندنا منتخب اسمه المغرب بقى، ما فيش اي منتخب في العالم بيعجبه خلاص. واحنا العرب مش عارفين ومش سامعين ومش حاسين. وقلت قبل كده 100 مره فخر العرب الحقيقي المغاربه والرياضه اللي بيعملوها. ما صدقتونيش غير لما منتخب المغرب وصل نصف نهائي كاس العالم. والمغرب تدب المكسيك، يبقى المجموعه دي ما فيهاش توالد خالص. تكسب انت 3 نقاط، يا نهار اسود يا جدعان. ليه يا جدعان؟ ما احنا خلاص كنا مروحين يا جدعان، كنا مروحين. البرازيل حد يدور على البرازيل بقى، حد يدور على البرازيل. ما حدش هيلاقي البرازيل، ما حدش هيلاقيها. خلاص المغرب خرمتها النهارده، خرمتها هدفين. يا نهار اسود، انا مش مصدق لحد دلوقتي، مش مصدق لحد دلوقتي. المغاربه خربوها. جنان المغاربه اشتغل في كاس العالم، وانا شفته من اول يوم، شميته من اول يوم، قلت ربنا يستر، ربنا يستر. المغرب خلاص هي بتاع كاس عالم، هي بتاع كاس عالم. احنا بتوع بلي، احنا نروح نلعب بلي، الحزن علينا. والنهارده ربنا بيكرمني، والنهارده ربنا بينصرني، بعد ما النهارده بنشوف المغرب الشباب بالاثنين في البرازيل. المغرب للتاريخ تفوز على البرازيل وتفوز على اسبانيا وتروح الى دور ال 16 في كاس العالم تحت عمر ال 20 سنه. المغرب كانت في مجموعه الموت، جلدت البرازيل واسبانيا كده على طول. اتعلموا البنيه الرياضيه، اكرام الوالدين، حب الله. منتخب المغرب بيصنع المعجزات. صحوا لي اتحاد الكوره من النوم وشوف المغرب وصل فين واحنا فين. احنا في المجموعه بتاعتنا اللي يعتبر مجموعه عيانه، المركز الاخير ما جبناش نقطه، ما جبناش نقطه واحده. ما منتخب المغرب دلوقتي متصدر مجموعته ب6 نقاط. اسبانيا ادوهم 2. اقوى مجموعه، لا تقول مثلا ده الدور ال 16 مجموعه بسيطه. المكسيك، اسبانيا، البرازيل. عايز ايه تاني؟ شباب تحت ال20 ومنتخب الكبار وكل شيء. يا ريت الفيديو ده يوصل لكل الشعب المغربي الشقيق اللي وحشني جدا. اول شيء اللهم احفظ المغرب واهلها يا ارحم الراحمين. وثاني شيء رسميا المنتخب المغربي الى دوري 16 من كاس العالم تحت سن 20 عام. ملا المغرب يا شباب، ديما مغرب. خبطت الاثنين في بعض، واحد عنده نقطه والثاني عنده نقطه، والاثنين جالهم نقطه. البرازيل بتتلطش من المغرب، البرازيل بتتلطش من المغرب. مش هتصدق، انت هتفكر نفسك نايم وبتحلم. انا زيك رحت غسلت وشي فوق
واغسل وشك عشان تعرف ان مش ده حلم، ده حقيقه. منتخب المغرب تحت 20 سنه بيفوز على البرازيل 2-1 ويحقق الفوز الثاني على التوالي ليه في كاس العالم للشباب. المباراه اللي فاتت ضد اسبانيا 2-0 والنهارده ضد البرازيل 2-1 عشان يحسم صعوده لدور ال 16 في كاس العالم للشباب. الناس دي مخططه، الناس دي مش ماشيه فهلوه كده وخلاص. اما انت عندك هنا جايب لي مش عارف مين وده مين وده مين، وعلى الله يا باشا وعلى الله يا بيه. اتفرج وشوف منتخب المغرب بيعمل ايه، شوف منتخب المغرب وصل فين. الناس كلها بتخاف من اساميهم، من اساميهم بيخافوا، بيتلطشوا من المغرب ورا بعضيهم. ادوا الكاس للمغرب وخليها ترجع، خلي الناس ترجع وراهم شغل. الدنيا مولعه، خلوا المغاربه يرجعوا مع اخواتهم المصريين وادوهم الكاس وخلاص كده. شكرا كده خلاص. انت مش هتصدق شيء لا يصدقه عقل. البرازيل ده انا قبل البطوله قلت المغاربه مزنوجين. ده مش ده انا مش مصدق. اغسل وشك مش هتصدق اللي حصل مش هتصدقه. المغرب تمسك البرازيل في الشوط الاول والشوط الثاني غسيل ومكوى. 1,400,000,000 مبروك للمنتخب المغربي بفوزه على المنتخب البرازيلي. قدام اسبوع هزمت الماتادور الاسباني، الان تهزم لك البرازيل؟ لا، انت مرشح. وكمان هتكسب باذن الله المكسيك وخلاص اتاهلت وممكن تاخد كاس عالم، ولازم تاخد كاس عالم او تاخد بطوله كبيره عشان تبروز الشغل العالي قوي اللي هم عاملينه. يا جدعان الناس دي شغاله على نفسها بجد، فكان لازم تكلل بان هي تاخد بطوله. تحياتي لمنتخب المغرب، طالما بتعمل حاجه كويسه لازم نطلع نشيد بيها، ما ينفعش ما نشيدش. عايز بقى تقول اي كلام بره كره القدم قول مع نفسك، بس جوه كره القدم الناس دي لازم. والنهارده بيمسك البرازيل بيغسلهم ايضا بثنائيه مقابل هدف واحد علشان المنتخب المغربي يكون عنده 6 نقاط علشان يصعد بشكل رسمي للدور الثاني في بطوله كاس العالم تحت ال20 عام. الله الله الله. شوط المباراه الثاني والنتيجه 2-0 لمنتخبنا المغربي. طلب مدرب البرازيل تدخل الفار، كوره ما حسبهاش حكم المباراه ضربه جزاء، ولما رجع بناء على طلب المدرب حسبها ضربه جزاء. هنا كان هدف تخليص الفارق للبرازيل انه كان في الوقت الضايع ومنتخبنا المغربي قدر يطلع ب3 نقط. انهم ناس شغاله، مش احنا بقى اللي شغالين نفسنا ومش عارفين اصلا نكسب اليابان ونيوزيلندا وبنخسر منهم كده في اول ماتشين وبنودع البطوله. فديما مغرب وكامل الدعم لمنتخبنا المغربي لتحقيق البطوله لانهم يستاهلوها. قبل بطوله كاس العالم للشباب لو حد قال لك ان المغرب كانت هتكسب اسبانيا والبرازيل كنت هتقول انت مجنون. لو كنت بصيت على المجموعه دي قبل البطوله كنت هتقول المغرب هتاخد مركز ثالث بعد اسبانيا والبرازيل، لكن النهارده المغرب بتكسب اسبانيا وبتحط على البرازيل وبتبقى مركز اول ب6 بونت. المغرب لطشت البرازيل، خلت مفيش برازيل. المغرب النهارده قالت كلمتها، مفيش برازيل. في نكد وغم وحزن في البرازيل، وجاب لها مين؟ اسبانيا، ولبست الاثنين في بعض. المغرب بتعمل ايه يا جماعه؟ حد يقول لي. المغرب رايحه كاس العالم تعلم على الجميع، بدات من اول اسبانيا لحد البرازيل 2، الناس كلها بتكش. المباراه اللي تالق فيها جاسم ياسين اللي سجل هدف ضد اسبانيا النهارده بيعمل اسيستين ضد البرازيل. لاعب ما شاء الله عليه موهوب، ومواهب المغرب تتوالى. المنتخبات الناشئين للشباب للاولمبي للمنتخب الاول احتفل فيها جاسم ياسين على طريقه اشرف حكيمي. هدف عثمان محمد ضد البرازيل الهدف بمقصيه رائعه جدا. بيمسك اي منتخب في العالم بيعصره، بيمسك اي منتخب في العالم بيعلم عليه، بيمسك اي منتخب في العالم بيدوس عليه عادي جدا. من كام يوم، من 3-4 ايام مسك اسبانيا غسلها بثنائيه مقابل لا شيء. مصدرين المجموعه على المنتخبين دول، وكمان معاهم المكسيك وهيقابلوهم لسه الماتش الجاي، وان شاء الله كمان هيكسبوهم ويحققوا كمان العلامه الكامله ويصعدوا كاول بالعلامه الكامله. من يتصدر مجموعته بالعلامه الكامله ووراه المكسيك ثم البرازيل ثم اسبانيا. مليار مبروك لاخواتنا في المغرب، تاهل باستحقاق وتميز كما هي العاده للمغرب. والله العظيم إن المنتخب المغربي لبيه ديما مغرب، فخر المغرب، فخر العرب، فخر العالم. ايش واحد يقول ايش؟ انت اذا ما جبت اللقب بيلوموك، جيب اللقب، ما فيه اللقب لك. رسميا كأس العالم تحت سن 20 عام بطله المغرب بلا منازع. والله ضغط عظيم جدا من جاسم ياسين اللي عمل الاسيست الرائع والهدف الاروع ده. فكرك ان كارت الاعتراض كان استخدمه مدرب المغرب ضربه جزاء البرازيل ضد المغرب في الشوط الاول، وبعد ما الحكم حسب ضربه جزاء رجع بناء على طلب مدرب المغرب والغاها وادى انذار كمان للاعب البرازيلي.